السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكوا بقى في فيديو جديد ويوم جديد. هنغسل السجاد. انا دلوقتي بشطف الارضية عشان طبعا التراب الناعم ده ما يطلعش فيهم، وبعدين هتبدأ المعركة بقى. من الناس اللي بتحب الرغاوي اجمعوا بقى هنا. انا من الناس اللي بتحب الرغاوي برضو، بس ما رغيتش اوي الدنيا يعني. عشان دراعي ايدي وجعاني، بيتعبني في التشطيف جدا. دي اول سجادة معانا. حاجة حلوة لما تكون واحد يعني. بصوا الغسيل ده، يعني انا كنت بحبه او دلوقتي لا الصراحة. اوعي تعملي في نفسك كده، قدموا المغسلة احسن. بس هما صراحة نضاف يعني، فمش مستاهلين، وحافظات مش سجاجيد، فبعملهم. بس انا ببقى اعملهم ايه على مرتين. المرة دي عملتهم على مرة واحدة فتعبوني. دي كانت اكتر سجادة متبهدلة حرفيا يعني. الله المستعان. هنا بحب بالمشاية الاول اللي هو العتب. انا كمان كنت رابطة ايدي عشان برضو ما توجعنيش قوي، يعني الربطة دي بتمسك ايدي شوية. يا سلام لو نعمل كل حاجة بسرعة كده، والله العظيم ده تبقى الدنيا فلة. يا سيدي يا سيدي على الرغاوي. انا بغسل باوكسي. وهنا بحط في الجردل اللي هو البريل اللي هو الكيس ده. كان عندي كام كيس فقلت ايه استعملهم عشان الاريال مكانش هيكفي. هما نضاف يا دوبك كده، ايه تراب. اللي هي بتاع الصلاة بس هي اللي كانت متبهدلة. في حتت كنت باخدها بالفرشة اللي هي الواقفة دي. في حاجات كنت بعيد عليها بالفرشة الصغيرة. سيلا طبعا كانت منورانا هنا، ما بطلتش لعب في المية. عشان كده انا طلعت والشمس لسه ايه، عشان هي ما تبردش. عشان كمان ما كانش في حد ياخدها مني، فكنت عارفة ان هي هتعمل كده. هنا كنت بسحب وبرجع اشطف هنا. اللي كانوا نضافوا مفيش كده بشطفهم مرة واحدة، واللي كانوا متوسخين كنت بجيب المية بتاع البانيو وارجع اشطف تاني. هتشوفوا معايا دلوقتي. انا مطلعه البانيو هنا اساسا عشان كده غسيل البطاطين والسجاد. صراحة بيريحني كتير عن مكان تحت في الحمام يعني. هنا بستعمله اكتر. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى؟ اسيبكم بقى مع الفيديو. شايفين سيلا بقى ما شاء الله. بتحط عليا، تحط لي ميه باريال عشان اغسل دلوقتي. ما شاء الله ربنا يحميها. كنت بقول لها هات له ميه سيلا تجيب لي، كانت بتساعدني الصراحه. ودي علبه الاريال، هي اصلا بوشت لي الاريال كله. كانت العلبه دي مليانه اريال، فتحت عليها الميه، بس جه مصلحه بوشته لي كده وتخمر وبقى سهل برغي على طول. فكره يعني. بعتذر على صوتي، شكلي هيجيلي برد. حبيب قلبي ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين فكرة ان انا اسحب الصابون بالظهر دي تحفة صراحة.
بتنجز معايا كتير، بتنجز وقت وتشطيف وكل حاجة. واحلى حاجة في الحافظة دي مش ليه وبرة عالية، فعشان كده مش بترغي وبتنضف وكل حاجة. هي الحاجة الحافظات دي بتنضف بسهولة جدا، بس الفاتح منها بيتوسخ برضو بسهولة. ده بتاع اوضه الاطفال، نضيف طبعا، يعني حاجات بسيطة كده. خدتها بس بالفرشة الواقفة دي، ما عملتش تاني. شوفي بنسلة بقى ما شاء الله. بتحاول تعمل زي، ربنا يحميها يا رب. هم. لو جديدة معايا في القناة متنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد. انا كنت بقول لكم ان انا بكب المية وبحط مية تانية كل ما بشطف حاجة. شايفين ان انا بسحب كل الرغاوة بظهر الفرشة كده، دي بتوفر عليا كتير. هنا بقى بدأنا نشطف كل واحدة، باخدها كده ايه، واحدة واحدة. اول مرة اقوم بالمعركة دي لوحدي الصراحة، بس تعبت. انا كنت طبعا بستريح، وكنت في حاجات بفصل الكاميرا فيها، مش جايبالكوا يعني من الاول للاخر. دي السجادة اللي انا كنت بقول لكم، دي اللي في الصالة متوسخة جدا، كنت لازم انزل لها كده. عملتها دور بالفرشة دي، ودور تاني بالفرشة الواقفة. يلا اللي عندها حتتين سجاد كده تقوم ايه، تتشجع وتغسلهم. مش عارفة مستنية ايه لسه، العيد داخل عليكي وانت لسه ما عملناش حاجة. قومي يا ولية انت وهي. يا سلام لو عندك بنوتة كده تساعدك. انا ما كنتش قادرة اشد السجادة، وبعد ما اخلصها اسيبها توقع بترقص. فضت المية كمان اهو، سلا كانت فرحانة كأنها في المصيف. هشوف قلبتها. صعبة جدا يا لهوي، لو انا كنتش قادرة اشيلها وهي على البني، سايبتها تصفى شوية عشان اقدر ارفعها هنا. هنا تقريبا كان لسه 3 او 4 تقريبا. انا في نفسي في حاجة واحدة، ان انا اركب حنفية اكبر من دي، لان المية صراحة هي هنا بتشلني. لما تكون المية كتير كده بتبقى ايه الدنيا حلوة. شايفين التراب اللي نازل منهم؟ وطبعا كنت بلم المية عشان ما تنزلش على السلم، لان ميول السطح رايحة على هناك. كل شوية كنت اجري الحق، شغالة كده بايه ب3، واحدة بتغسل، واحدة بتلم المية، واحدة بتشطف. لا صراحة الموضوع شاق ومتعب جدا، بس احنا ربنا كستات يعيننا جميعا وامهات وستات شاطرين البتاعة دي كانت متفوقين، مليانة ما قريل، بيصعبش علينا حاجة، عملتهولي كده زي دايما برسيم زيش. مكملين.
بصي انا بحب الطاقه الايجابيه، بحب اتفرج، انا نفسي بحب اتفرج على حاجه بتشجعني. إيه، هما لموا تراب شويه لان هما انا شلتهم يومين، غسلتهم في اليوم الثالث، فضلوا محطوطين على البسطه والدنيا حر زي ما انتوا عارفين، والتراب بقى على السلم، ده اللي خلاهم. هما ما كانوش متوسخين قوي، هي هما بتوع الصاله بس عشان اكترية قعدتنا كانت عليهم، انما الاوض كانت نظيفه. عندي بتاع اوضه النوم سيلا بس كانت وقعت ازازه الدواء عليها، فده اللي خلاني اغسل بتوع الاوض. كانوا نضاف، ما كنتش هغسلهم، كنت هغسل بتوع الصاله بس الصراحه. بس قلت لا يلا بقى مره واحده يا بت، انت لسه تغسلي حاجه وتسيبي حاجه؟ يلا. ربطت ايدي كده بقى واتشجعت ومسكتهم زي ما انتوا شايفين كده، عينك ما تشوف الا. بس الصراحه اللي كان تعبني هنا موضوع الميه، انا بحب الميه تبقى كتير، بس ضغط المية عندنا قليل عشان الخزان في الواطي. مسكت هنا، هات كده 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 شطف كده، يا سلام على السرعة، يا سلام. هنا شطف دي برضو، والله حماس ونشاط وشجاعة اولاد، النظافة حلوة وانا بحب كده اوي، بحب المية وبحب الرغاوي. هنا شلت، رحت حطيتها هناك، قلت بقى اشيل يعني التراب والرغاوي من دي وهصفيها، هرجع احط لها ميه نضيفه كده نشطفها بقى حلو. هتشوف هنا انا هبط، بقولك وهبط. هنا برضو ايدي كانت وجعاني، المشكله ان ايه، الدكتور يقول لي اعمل لها عمليه والدكتور يقول لي ما تعمليش، وانا صراحه خايف، والحمد لله على كل حال. هنا دي اخر واحده، دي بتبقى في الصاله هي واللي شبهها، انما البنيه دي كانت بتبقى في الصاله التانية اللي بره، اكيد انتوا حفظتوا يعني. وبالذات عشان ما عنديش غيار، يعني ما عنديش الا الفرشه دي بس، ان شاء الله ربنا يكرمنا ابقى اجيب سجاد، لان زي ما انتوا عارفين انا لما سبت شقتي وجيت هنا بعت سجاد، لان ما كانش نافع هنا خالص، كنت كل ما ابيع حاجه بجيب مكانها هنا، يعني كنت بجيب اوضه باوضه، لحد ان الحمد لله لما فرشتها كلها ما عادش عندي غير المطبخ. ان شاء الله برضو لما المطبخ يجي ان شاء الله ابقى اجيب له، فبشيله الحته بتبقى فاضيه، لما بينشف هو بياخد يعني تاني يوم بلمه ان شاء الله بقى بننضف ونفرشه مع بعض. ديت السجاد الفاتح ده كنت لازم ادعكه بالفرشه الصغيره دي، لان صراحه هي بتنضفه. خدت شوط بده وشوط بالتانية برضه، بصراحة هو سهل كتير في الغسيل وخفيف عن السجاد. السجاد لا طبعا ما اقدرش. هنا كان ظهر وجعني والله بجد. جريت الم المية. يد المية، ما اعرفش، ما كانش الاول المية بتجري هناك كده، يعني اول ما كنت جيت وبغسل هنا ما كانش المية بتروح هناك، يعني لسه بقالها كم مرة كده بتيجي المية هناك على السلم. عارفين الفرشة اللي انا بغسل بيها دي بتاع فرحي، انا عملت مية نضيفة اهو، شطفها، دي بتاع الصالة اللي بره، دي اصلا خامتها غير خامة اللي مفروشة على يعني ممكن احطها في الغسالة طرية كده، بس صراحة بتثبت برضه على الارض وجميلة جدا. يلا هنا بقى تشطيف بقى بالجرد ده يا معلم، ونجري نحوش المية. صراحة حيرتني المية دي. مم. اجري يا بنتي يا بسمة الحقي حوشي. هنا كانت سيلة بنت خالتها خدتها تغير لها عشان ما تبردش،
قلت لها بقى اقعدي معاها اما اخلص بقى والم الميه دي وانشرها. ايه رايكم؟ تنسوا تصلوا على النبي في التعليقات حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكل جديد. وكلكم منوريني، واللي يشترك معايا نورت بيت اختك المتواضع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.